فيريرا اكيد كاتب في السي في بتاعه ان هو بيعرف يشتغل تحت ضغط. فيريرا قبل التوقف حاجه وبعد التوقف حاجه تانية خالص. اول ما جمهور الزمالك بدا يزوم عليه وكمان بدات ناس تطلب ان هو لازم يمشي، لا فيريرا بعد التوقف شخص تاني، مدرب تاني. احنا هنا طالبنا ان هو فعلا لازم يمشي من الزمالك، بس لا، الوضع طلع مختلف. فيريرا واضح بصماته جدا على الزمالك سواء في مباراه المصري او مباراه الاسماعيلي. اهلا بيكم وحلقه جديده من حلقات تحليل مباريات الدوري المصري، والنهارده ماتشنا هو ماتش الزمالك والاسماعيلي. وعشان ندخل في احداث الماتش على طول، ففيريرا بيبدا الماتش حارس مرمى محمد صبحي، على اليمين عمر جابر، على الشمال محمود بنتايج، قلبين دفاع محمد اسماعيل، حسام عبد المجيد مركز 6 دونجا، مركز 8 عبد الله السعيد، صانع العاب ناصر ماهر، على يمين اخوان بزيره، على شماله ادم كايت، تحت مهاجم وحيد عدير دباغ. بتبدا احداث المباراه، لعيبه الزمالك نازله مركزه، واضح ان لعيبه الزمالك نازله عايزه تثبت حاجه في الماتش ده. كمان لعيبه الزمالك نازله على اساس ان هي نازله تكسب وتاخد الثلاثه بونت من الشوط الاول كمان وترتاح عشان تستعد للماتش الجونه الجاي. فيريرا بينزل الماتش زي ما لعب ماتش المصري البورسعيدي كضغط عالي، عكس ما كان بيلعب في اول الموسم ان هو يلعب بدفاع متاخر ويسيب الكره للخصم. لعيبه الزمالك في اول 9 دقائق هي اللي ماسكه الكوره، هي اللي باينه قوي انها عندها الرغبه في التسجيل. ولعيبه الاسماعيلي للاسف لا حياه لمن تنادي، لسه اللعيبه مش حاسه بقيمه تيشيرت الاسماعيلي، لسه اللعيبه ما فيش اي ظهور، في حاله توهان وحاله خوف وحاله رهبه من لعيبه الزمالك. وبالفعل في الدقيقه 9 اخوان الفينا او اخوان بزير عشان ما يزعلش بيقدر بمهارته الخاصه اللي احنا اتعودنا نشوفها خلاص في مباريات الدوري المصري وخصوصا في مباريات الزمالك، انه ياخد ضربه جزاء عشان يدخل الاسطوره ونجم المباراه الاول عبد الله السعيد يسجل ثاني اهدافه هذا الموسم واول اهداف المباراه لنادي الزمالك. بعد الهدف بتفضل الكره مع لعيبه الزمالك، بيفضل نادي الزمالك هو اللي مسيطر، نادي الزمالك هو اللي ماسك زمام الامور. لعيبه الزمالك هي اللي عندها الرغبه كمان في تسجيل الثاني. فيريرا بيفضل ان هو عايز يلعب بالضغط العالي، مش عايز يسيب الكره لعيبه الاسماعيلي. وممكن فيريرا اللي مساعده ان هو يلعب الضغط العالي حاجتين. الحاجه الاولى هي وجود محمد اسماعيل، ومحمد اسماعيل ليه بقول لك محمد اسماعيل؟ لان هو افضل مدافعي الزمالك في الخروج بالكره. محمد اسماعيل مدافع كما يتمنى جمهور الزمالك على مدار السنين اللي فاتت. عنده ثقه زياده شويه، ودي كانت هتخلي الزمالك يلبس جول في الدقيقه 78 لما الكره اتقطعت منه من عبد الرحمن الدح، وكان هيسجل الهدف الاول للاسماعيلي لولا تألق حسام عبد المجيد وانه شال الكره من على الخط. ولكن محمد اسماعيل مع الوقت اعتقد هيبقى مدافع الزمالك الاساسي. والسبب الثاني اللي مخلي فيريرا يعتمد على الضغط العالي هي ان دونجا بيقدم افضل مستوياته منذ ان جاء نادي الزمالك في 2022، وهو ده دونجا اللي جمهور الزمالك ياما طلب ان هو يبقى بديل طارق حامد وان الزمالك يجيبه من بيراميدز باي شكل من الاشكال. ده كمان اللي مساعد فيريرا ان هو يطبق الضغط العالي زي ما هو عايز وزي ما هو مخطط بالظبط. بعد هدف عبد الله السعيد الدنيا بتهدى شويه في المباراه، ولكن امتع ما في المباراه هي لمسات، مش اخوان بزيره، مش ناصر ماهر، مش عبد الله السعيد، لا، هي لمسات محمد اسماعيل. محمد اسماعيل مدافع انت تحب تشوف الكره وهي في رجله، لعيب مدافع تحب تشوف الكره وهي خارجه من رجله، مدافع عينك تحب تتفرج عليه. بس ينقصه بس حته الثقه الزايده اللي كانت عنده، والثقه الزايده اللي كانت عنده دي هي اللي كانت موجوده عند محمد عبد المنعم، واللي جمهور الاهلي كان احيانا كتير بينتقدوا عليها. بس ده ما يمنعش ان في جوده عاليه جدا عند مدافع الزمالك محمد اسماعيل، واللي اعتقد ان احنا خلاص شفنا تقريبا كل الصفقات الجديده اللي جابها نادي الزمالك في الصيف. واكتر صفقتين ممكن جمهور الزمالك كله مقتنع بيهم هو البرازيل اخوان بزيره ومحمد اسماعيل، اللي ما لعبش بس غير ماتشين سواء ماتش المصري او الماتش الاسماعيلي، واثبت تالق واثبت ان هو فعلا قادر يحجز مكان اساسي في دفاع الزمالك على مدار الموسم. وللاسف بتمر من احداث المباراه 20 دقيقه، 20 دقيقه ما شفناش لعيبه الاسماعيلي خالص، ما شفناش اي شيء يذكر او اي خطوره تذكر من لاعبي الاسماعيلي. للاسف لعيبه الاسماعيلي لسه لحد دلوقتي مش حاسه ولا مقدره قيمه تيشيرت الاسماعيلي ولا مقدره نعمه انها تبقى بتلعب في نادي الاسماعيلي. في الدقيقه 22 بدا جمهور الاسماعيلي كده اللي هو عايز يقول للعيبه حسوا بالتيشيرت، حسوا بقيمه التيشيرت اللي انتوا لابسينه، حسوا يعني ايه اسماعيلي، يعني ايه تاريخ الاسماعيلي، برازيل العرب وبرازيل افريقيا، اول فريق في تاريخ مصر ياخد دوري ابطال افريقيا يا جماعه. فشجعوا وصوتهم في المدرج بقى اعلى كمان من جمهور الزمالك. فلعيبه الاسماعيلي من الدقيقه 22 مسكت الكوره شويه، بقت حاولت انها تهاجم على مرمى الزمالك. قدر لعيبه الاسماعيلي تاخد فاول على حساب محمود بنتايج، بس محمد اسماعيل بيدخل وبيلعبها بعيده تماما عن مرمى
محمد صبحي. بعد الهجمه دي بتترد هجمه عبد الله السعيد او الاسطوره عبد الله السعيد بيلعب ثرو بالمسطره على يمين ناصر ماهر اللي بيلعبها بكل سهوله، وهو ده ناصر ماهر لما بيلعب السهل. هتعرف قيمه ناصر ماهر وهو مركز وبيلعب السهل، وهتعرف قد ايه شكل الزمالك هجوميا بيختلف لو ناصر ماهر مركز عنده استمراريه وقرر يلعب السهل. بيلعبها بيمينه من لمسه واحده لاخوان بزيره، لكن بزيره بيضيع اسهل فرص الموسم تقريبا لكل الماتشات اللي احنا شفناها والجول فاضي، فبيضيع الهدف الثاني من نادي الزمالك. وعشان بقول لك ناصر ماهر وهو مركز وهو عنده استمراريه وهو بيلعب السهل ممتع، اداء الزمالك هجوميا بيختلف تماما. وناصر ماهر في يومه بيشوط بعدها ناصر ماهر في واحده في الدقيقه 29 حلوه قوي بصراحه، ولو كانت جت جول كان هيبقى احلى اهداف الموسم، ولكن بتيجي فوق العارضه بحاجات بسيطه قوي. بيعدي 35 دقيقه من عمر المباراه، لعيبه الزمالك واقفه صح في الملعب، الزمالك شكله حلو، عندها الرغبه انها تنهي الماتش بدري بدري. حتى في حاله الهجوم لا، الفريق بيهاجم دلوقتي كمنظومه، مش الاعتماد على جوده الافراد سواء ناصر او عبد الله او اخوان بزيره، لا الفريق بيهاجم كتله واحده منظومه واحده. وحتى وهم احيانا سايبين الكوره في رجل لعيبه الاسماعيلي، هو تحس ان لعيبه الزمالك سايبه الكوره وهي عايزه تسيب الكوره عشان اللعيبه تقف في الملعب تاخد نفسها. لو الناس تفتكر ده اللي كان موسيماني بيعمله لما كان ماسك الاهلي في الماتشات الكبيره، كان ساعات يحب اللعيبه بتاعته تاخد نفسها في الملعب فيسيب الكره للخصم. وهو ده اللي حصل حتى في نهائي القرن، ان موسيماني تقريبا في الشوط الثاني كله ساب الكوره للعيبه الزمالك عشان هو عارف هيكسب ازاي وعارف هيخطب وعارف هيخطف الماتش ازاي. وده اللي حصل لما قفشه جاب الجول. طبعا في حاجه برضو استغربتها النهارده في الماتش بصراحه، ان الاسماعيلي حسيته مركز 6 مش موجود في الاسماعيلي خالص. الحته بتاعت منطقه مركز 6 دي في الاسماعيلي كانت مستباحه لهجوم الزمالك بشكل يعني غريب. انا ما اعرفش ازاي الاسماعيلي نازل الماتش هو تقريبا ما فيش مركز 6. الحته اللي في العمق، اللي في عمق خط النص بتاعت الاسماعيلي دي تقريبا ما كانتش موجوده. قدر لعيبه الزمالك انها تعمل هجمات كتير قوي من عمق الاسماعيلي بسبب ان ما فيش مركز 6 واضح في نادي الاسماعيلي. ولولا ان اكتر لعيب كان بيجي له الكوره في المنطقه دي كان هو ادم كايد الكسول، وخليك وحط تحت كلمه الكسول دي 100 خط، كان لا الزمالك غير الفرص اللي ضيعها كان ممكن الشوط الاول لو استغل نقطه ضعف الاسماعيلي في مركز 6 دي كويس، كان ممكن الشوط الاول يخلص 2 و3 للزمالك مرتاح. ولكن لحظ جمهور الزمالك السيء ان اكتر حد استلم الكوره في المنطقه دي كان هو ادم كايد. وادم كايد لعيب كسول، الكوره عنده بتبطأ مش بتتلعب بسرعه، فده اللي خلى الزمالك ما يشكلش خطوره كتير من المنطقه دي، ولكنها كانت منطقه فاضيه تماما في فريق الاسماعيلي. وعموما بعد التوقف الدولي لعيبه الزمالك كلها مستواها في ارتفاع، لعيبه الزمالك كلها حتى اللي كان بادئ الموسم سيء زي بنتائج مثلا لا رجعوا لمستواهم واستعادوا مستواهم، واللي كان مستواه متوسط بقى مستواه جيد زي ناصر ماهر. لا وكل شيء في الزمالك تقريبا اختلف من اول فيريرا لحد كل اللعيبه اللي لعبت سواء في ماتش النصر او ماتش الاسماعيلي، باستثناء فقط ادم كايد الكسول، واللعيب اللي انا من اول ماتش في الموسم بقول لك حاسه لعيب فري ستايل، حاسه اول مره يلعب في ملعب 11. طبعا الزمالك فضل محافظ على ضغطه العالي، فضل الزمالك هو اللي بيضغط عالي على لعيبه الاسماعيلي، فضلت لعيبه الاسماعيلي في حاله التوهان وحاله الخوف من لعيبه نادي الزمالك، وده كان واضح جدا في لعيبه الاسماعيلي. اللي مساعد الزمالك في ضغط في تطبيق ضغطه العالي اللياقه البدنيه لنادي الزمالك. لا اللعيبه فارقه جدا عن كل فرق الدوري من اللياقه البدنيه، وده شيء يحسب لفريرا واتكلمنا فيه حتى لما كنا بننتقد فيريرا ان افضل ما يميز زمالك فيريرا هو اللياقه البدنيه للفريق. الفريق دايما بيسجل في الشوط الثاني، شفناه في ماتش سيراميكا بيسجل جولين في الشوط الثاني وفي اخر 5 دقائق من عمر المباراه، شفنا في ماتش فاركو الهدف جه في الشوط الثاني، شفنا في ماتش فيوتشر تم احراز هدف في الشوط الثاني، ماتش المصري البورسعيدي هدفين في الشوط الثاني، ماتش الاسماعيلي هدف في الشوط الثاني. فما يميز زمالك فيريرا هي القوه البدنيه اللي لعبته، وده اللي خلى فيريرا يغير من خطته اللي كان بادئ بيها الموسم ان هو يلعب تحت الكوره. لا فيريرا دلوقتي بقى بيلعب الضغط العالي وعايز الكوره تبقى في رجله، فيبقى فعل مش رد فعل، واللي مساعده على كده القوه البدنيه اللي فيها لعيبه نادي الزمالك. في الدقيقه 40 عمر جابر بيتصاب، بيحاول يكمل بس ما بيقدرش فبيطلب التغيير وبيخرج في الدقيقه 44 وبينزل مكانه صلاح مصدق عشان يبقى كابتن نادي الزمالك في باقي الماتش هو محمد صبحي لحد نزول احمد فتوح في الدقيقه 65. في الدقيقه 45 عبد الله السعيد الاسطوره بمجهود فردي تماما، مجهود فردي تماما، يعني كانه ما شاء الله يعني هو اللي اصغر واحد في الملعب مش اكبر واحد في الملعب، مش عنده 40 سنه وماشي في ال 41 سنه، بيلعب ثرو ما يعملوش غير لعيب عظيم في منطقه خط النص. يعني لعيب عظيم في خط النص هو اللي يعمل ثرو زي ده لعدي الدباغ، ولكن عدي الدباغ
بيضيعها وبيجيبها فوق العارضه خالص. بيحسب الحكم امين عمر 5 دقائق تمسك الاسماعيلي الكوره بس من غير اي خطوره تذكر. في الدقيقه الاخيره ناصر ماهر بيرقص الكل تقريبا، بيرقص كل الناس وبيلعب واحده لبنتايج اللي بيرفع اوفر بالمسطره. بنتايج اللي انا بقول لك هو كمان مستواه بدا يستعيد مستواه بتاع الموسم اللي فات، اللي جمهور الزمالك طالب ان بند حقيه الشراء يتم تفعيله من مجلس الاداره مع سانت تاني الفرنسي، عشان هو ده مستوى بنتايج اللي جمهور الزمالك عرفه وحبه من اول ماتش البنتايج مع الزمالك في السوبر الافريقي قدام الاهلي لحد نهايه الموسم الماضي وماتش بيراميدز في نهائي كاس مصر. بدا بنتايج يستعيد مستواه، بدا يركز اكتر في الملعب، بيلعب واحده بالمسطره لاخوان الفينا او اخوان بزيره، ولكن بزيره بيلعبها من وان تاتش بتيجي في العارضه وكأن الكره كانت معانده مع الراجل ده النهارده. وفاه جدته هي اللي اثرت عليه وما كانش مركز، خصوصا في الشوط الثاني اختفى تماما اخوان بزيره بالرغم ان هو النهارده لعب ال 90 دقيقه كامله. بيبدا الشوط الثاني الزمالك زي ما هو من غير اي تبديلات، والاسماعيلي بيعمل تبديلين بنزول عبد الرحمن الدح وعمر القط بدل محمد ايهاب وابراهيم عبد العال. واول 8 دقائق من عمر الشوط الثاني الاسماعيلي يعني مستواه اتحسن شويه عن الشوط الاول، ولعيبه الاسماعيلي ماسكه الكوره وفريرا رجع بخطته اللي بدا بيها الموسم اللي هي بيلعب تحت الكوره وسايب الكوره للخصم. ولكن تحس دلوقتي حتى لما بيلعب بالخطه دي لا في تركيز اكتر، او ان اللعيبه هي اللي سايبه الكوره وهي اللي قاصده تسيب الكوره للمنافس عشان تاخد نفسها وتقدر انها تجاري المنافس طول ال 90 دقيقه وتبقى واقفه على رجلها بدنيا طول ال 90 دقيقه. فتحس ان الموضوع متخطط له صح من فيريرا، عكس قبل التوقف. في الدقيقه 55 عمار محمد بيغلط وبيدخل عليه عضيه دباغ اللي بدا هو كمان يبقى داخل في فورمه المباريات، بدا هو كمان يعني يسجل اهو، بيسجل النهارده تاني اهدافه وتاني اهدافه على التوالي، تاني اهدافه بتشيرت نادي الزمالك، بيضغط على عمار محمد بيقطع الكوره وبيسجل تاني اهداف المباراه وتاني اهدافه الشخصيه مع نادي الزمالك عشان تبقى النتيجه في الدقيقه 55 2-0 للزمالك. في الدقيقه 60 بيعمل الاسماعيلي تغييرين كمان لتنشيط القوه الهجوميه، ان هو ينزل محمد خطار وانور عبد السميع ويخرج إيريك تراوري ويخرج خالد النبيذ. تتلعب 5 دقائق الكوره يعني من غير اي شيء يذكر، هو لسه لعيبه الاسماعيلي بتحاول تتماسك ولعيبه الزمالك سايبه الكوره عشان تاخد نفسها. في الدقيقه 65 بيعمل فيريرا 3 تغييرات بنزول احمد حمدي، احمد فتوح وعبد الحميد معالي بدلا من ناصر ماهر دونجا ومحمود بنتايج. وبالتغييرات دي بيروح عبد الحميد معالي شمال وبزيرا يمين، وبيلعب مركز 10 ادم كايد واحمد حمدي 8 وعبد الله السعيد هو اللي بينهي المباراه وهو مركز 6. ده كمان عبد الله السعيد لعب المباراه كلها اداء بدني كان الافضل تقريبا، وهو طبعا اللي خد نجم الماتش في الاخر، وكمان عمل مساعدات هجوميه، عمل مساعدتين هجوميين بعد ما بقى مركز 6 والاثنين كانوا المفروض اهداف محققه لنادي الزمالك. فتخيل قيمه عبد الله السعيد في خط نص نادي الزمالك بقت عامله ازاي. المهم بعد كده لما نزل معالي جه هو شمال وبيزيرا يمين، ادم كايد بقى هو المركز 10 في فرقه نادي الزمالك. لما جه ادم كايد 10 حسيت ان هو اتحسن شويه، وده اللي انا بكلمك فيه من اول الموسم، ان انا بشوفه لعيب في العمق اكتر منه طرف. هو لعيب المساحات الصغيره، ترقيصه صغيره، باصه في مربع صغير قوي، مش لعيب مساحات طويله وان هو يلعب وينج ويقدم لك شغل الوينج هيتحرك وهيظهر بالشكل السيء. لما جه في العمق تحسن شويه، طبعا مش افضل حاجه ولكن تحسن شويه، سواء في تمريراته في تحركاته في باصاته. حتى شفنا في الدقيقه 67 عبد الله السعيد بمجهود فردي بيلعبها له ناحيه الشمال بيبصها له على طول، عبد الله السعيد بيكمل هو الهجمه ويحاول يلعبها لوب، ولكن حارس الاسماعيلي عبد الرحمن جمال بيتالق وبيطلعها لضربه ركنيه. فانا بقول لك حسيته تحسن شويه وهو في العمق. بيهدى بعد كده الماتش لحد ما محمد اسماعيل في الدقيقه 78 بيغلط وبثقته الزايده كانها كده جرس انذار ليه بيقطعها منه عبد الرحمن الدح وبيلعبها واحده ار 2 على الارض. بصراحه كان هيبقى جون جميل جدا لو جه، ولكن بيتالق حسام عبد المجيد وبيبعدها من الدقيقه 82 بينزل ناصر منسي مكان عضيه الدباغ وبيهدى رتم الماتش نهائيا لحد ما بنوصل للدقيقه 90 وخلاص كأن الفرقتين ارتضوا بهذه النتيجه، ولا الزمالك عايز يزود ولا الاسماعيلي عايز يسجل. بيحسب امين عمر 5 دقائق من عمر الشوط الثاني زي ما حسب في الشوط الاول، بيمسك فيهم لعيبه الزمالك الكره شويه، ثرو جميل من ادم كايد لاحمد فتوح اللي كان هيسجل الثالث للزمالك، ولكن عبد الله جمال حارس الاسماعيلي بيتالق وبيصد الكره تطلع كورنر يلعبها عبد الله السعيد. ناصر منسي بدماغه ولكن جنب العارضه بحاجات بسيطه، ومعانده معاك يا ناصر يا منسي لسه، عشان انت ما بقتش بتدي الاجتهاد اللي كنت بتقدمه السنه اللي فاتت. ربنا السنه اللي فاتت كان معاك من اقل حاجه تلاقي الكوره جت جول، تخبط في دماغك تيجي جول. السنه دي معاندة، حتى في كوره اتلعبت لك من عبد الله السعيد اوفر او من احمد فتوح اتلعبت لك اوفر اتحسبت اوف سايد بس هي اصلا طلعت ما جاتش. السنه اللي فاتت اي حاجه كانت بتيجي. بعد كده بيمسك الاسماعيلي الكره شويه ولكن
لعيبه الزمالك خلاص ضمنت المكسب، سابت الكوره عشان تاخد هي نفسها. زي ما بقول لك دي خطه فيريرا وهو كسبان، بيتحسب فاول للاسماعيلي في اخر دقيقه، وفيريرا بياخد انذار للاعتراض، وحسام عبد المجيد بياخد انذار هو كمان بسبب الفاول. بيدخل لعيب الاسماعيلي يلعبها ولكن بعيده خالص وبيلعبها بشكل سيء. بعد كده بيصفر امين عمر عشان ينهي مباراه الزمالك والاسماعيلي في الجوله السابعه من عمر الدوري المصري بفوز الزمالك 2-0 على الاسماعيلي. وبهذا الفوز يوصل رصيد الزمالك ل 16 نقطه اول الدوري، والاسماعيلي للاسف يفضل عند 4 نقاط في المركز ال 19. الزمالك يوم الثلاث ان شاء الله هيلاعب الجونه في الجوله الثامنه، والاسماعيلي يوم الاربعاء هيلاعب انبي. بالمناسبه يعني كلمتين كده في حق لعيبه الاسماعيلي، هم مش لعيبه سيئه للدرجه دي، وهم لعيبه عندهم بوتنشال عالي ان هم يعلوا مع الوقت، بس هي مشكلتهم لعيبه لسه صغيره قوي في السن. لعيبه كلها تقريبا من ناشئين الاسماعيلي، لعيبه كلها تقريبا اول مره تلعب دوري ممتاز. الفرقه دي كانت محتاجه شويه تدعيمات باربع خمس لعيبه يبقى عندهم خبره الدوري المصري توقفهم على رجلهم. واللي عجبني قوي خصوصا يعني محمد خطار اللي نزل في الشوط الثاني ده، لا لعيب كويس قوي، وممكن مع الوقت يبقى خناقه زمالك واهلي ده العلم. بس هم كانوا محتاجين يتزقوا باربع خمس لعيبه عندهم خبره الدوري الممتاز، لان الاسماعيلي تقريبا اللعيب الوحيد اللي عنده خبره الدوري الممتاز في الاسماعيلي حاليا هو حارس المرمى احمد عادل عبد المنعم فقط لا غير تقريبا يعني. فكانوا محتاجين ان هم يدعموا بلعيبه عندها خبره الدوري الممتاز. بس طبعا زي ما احنا عارفين ايقاف القيد على النادي الاسماعيلي منعهم ان هم يضموا صفقات في الصيف. ولكن يعني نتمنى ان اخر الموسم ما نشوفش الاسماعيلي بيهبط لدوري الدرجه الثانيه. بس كده دي كانت كل حاجه تخص مباراه الزمالك والاسماعيلي. وقبل ما نروح لتقييم اللعيبه النهارده، عايز اقول لك ان في ماتش الزمالك والجونه الجاي اللعيب الوحيد اللي هيبقى مهدد بالايقاف عن مباراه القمه ومباراه الزمالك والاهلي في الاسبوع التاسع يوم 29 سبتمبر ان شاء الله هو حسام عبد المجيد، بعد الانذار اللي خده في مباراه الاسماعيلي النهارده بقى عنده انذارين. ولكن محمود بن تايج واخوان بزيره خدوا الانذار الثالث النهارده، فهيغيبوا عن ماتش الجونه وهيبقوا جاهزين لماتش الاهلي. ندخل بقى في تقييم اللعيبه. فمحمد صبحي لم يختبر النهارده 8 من 10 لما قدمه على مدار الموسم. عمر جابر خرج بدري، خرج في الدقيقه 44 وكان باين ان هو مصاب، 6 من 10 عمر جابر. محمود بن تايج مستواه ماتش عن ماتش بدا يعلى، بدا يستعيد مستواه بتاع الموسم اللي فات، اداء دفاعي وتغطيه عكسيه رائع، اوفرات ورجع الثاني بالمسطره، 8 من 10. محمد اسماعيل ثقه زايده وجاله جرس انذار في الدقيقه 78، ولكن على مدار الماتش فهو مقدم ماتش ممتاز. لعيب تحب تشوف الكرة وهي في رجله، تحسه خط نص اكتر منه مدافع، 8 من 10. حسام عبد المجيد افضل مبارياته هذا الموسم، شال واحده من على الخط كانت هيبقى الهدف الاول للاسماعيلي، 8 من 10. دونجا اللي بيقدم افضل مستوياته مع الزمالك منذ ان جاء الى نادي الزمالك، 8 من 10. الاسطوره عبد الله السعيد، الاسطوره عبد الله السعيد، الاسطوره عبد الله السعيد، 10 من 10. نجم المباراه يعني من نجوم الموسم في الزمالك لحد دلوقتي. ورساله للكابتن حسام حسن، في 2006 الكابتن حسن شحاته ضمك في افريقيا 2006 اللي كانت هنا في مصر، اكيد ما ضمكش كمجامله، اكيد ما ضمكش عشان خاطر اسمك وقتها حسام حسن افضل مهاجم جه في تاريخ مصر، لان البطوله كانت بتتلعب في مصر، فطبيعي بطوله بتتلعب هنا في مصر. كابتن حسن شحاته وقتها داخل يكسب البطوله وضمك لمستواك وقتها، ما بصش للسن، ما بصش ان هو عايز ينزل باعمار المنتخب، ما بصش لكل ده، ضمك لمستواك، حتى ما بصش لتاريخك الكبير جدا كافضل مهاجم جه في تاريخ مصر. ضمك ككابتن حسام حسن لانك كنت مقدم موسم جيد مع الترسانه، سجلت وقتها تقريبا 6 اهداف، وجابك الكابتن حسن شحاته ضمك للمنتخب، وكنت كابتن المنتخب اللي رفعت افريقيا في النهايه بعد الفوز على كوت ديفوار في النهائي، وبعد ما سجلت كمان هدف في دور الثمانيه قدام الكونغو. فكابتن عبد الله السعيد يستاهل بصه، ابعد خالص عن انك تبص على نزول الاعمار، انت محتاج لعيب بخبره عبد الله السعيد، بكواليتي عبد الله السعيد، باللي بيقدمه عبد الله السعيد، بالنصائح حتى بتاعت عبد الله السعيد للعيبه اللي هتبقى معاهم في المنتخب. انت محتاج كابتن معاك في ارض الملعب يبقى موجود في منتخب مصر. بصه لعبد الله السعيد. ناصر ماهر لما بتلعب السهل يبقى عندك استمراريه، تبقى مركز في الماتش، شكل الزمالك هجوميا بيختلف تماما. تاني ماتش على التوالي تبقى ادائك جيد فيه، 7 من 10. اخوان بزيره الشوط الثاني اختفى تماما، ضيع كورتين سهلين في الشوط الاول، ولكن هدف الزمالك الاول هو السبب فيه بعد مجهود فردي وترقيص ومتعه بيقدمها اخوان بزيره في الملاعب المصريه. اخوان بزيره هديله برده 6 من 10. ادم كايد اقل لعيب الزمالك في المستوى، كسول جدا بصراحه، 4 من 10. لعيب فري ستايل، وانا قلت لك كذا مره ومش عايز ابقى بكرر وبعيد كلام، انا بحسه لعيب فري ستايل، واول مره يلعب 11 في تاريخه لما جه مع نادي الزمالك، ولكن لما دخل في العمق كان احسن شويه.
ادم كان التاني 4/10. عدي الدباغ تاني ماتش على التوالي تسجل فيه، ضيعت واحده سهله قوي وضيعت مجهود عبد الله السعيد بسلوك باسيست، كان هيبقى من احلى الاسيستات اللي حصلت السنه دي لحد دلوقتي بصراحه. ولكن في الشوط الثاني ضغطت وسجلت جون جميل بصراحه. عدي الدباغ واحد ماتش عن ماتش بيفرق اداؤه، بيبدا يظهر ان هو فعلا المهاجم الاساسي لنادي الزمالك. 8/10 عدي الدباغ. صلاح مصدق نزل مكان عمر جابر، كان باين ان هو طور من نفسه شويه في ان هو يتوقع الكره العاليه، شفته كتير بيتوقع الكره العاليه صح وبيدخل بدماغه صح. قفل الحته اليمين تقريبا باستثناء بس الكره اللي غلط فيها محمد اسماعيل، وممكن هو ما كانش مدي اخوانا لان محمد اسماعيل كان لوحده. بس بشكل عام بديل جيد، ولكن ما ينفعش ان انا ابقى جايب لعيب اجنبي بديله بالدولار وفي الاخر يبقى احتياطي. صلاح مصدق 6/10. نزل احمد حمدي. معنى ان انت تالت ماتش على التوالي فيريرا بينزلك وبيديك وقت اطول ماتش عن ماتش، ان هو واثق فيك وواثق في امكانياتك. فيا ريت احمد حمدي بتاع جوميز، احمد حمدي جوزيه جوميز، احمد حمدي قبل الاصابه مستواك يرجع تاني، لان انت برضو النهارده ما ظهرتش زي ما انت ما ظهرتش في ماتش مصر ولا في ماتش دجله. ولكن معنى ان الراجل بيديك لثالث ماتش على التوالي ان الراجل واثق فيك وواثق في امكانياتك، فيا ريت تبقى قد الثقه دي. 2/10 للاسف لاحمد حمدي، وده لعيب انا بحبه واتمنى يرجع لمستواه. احمد فتوح اللي لبس شرط القياده لنادي الزمالك بعد ما نزل في الدقيقه 65، بدات المشاكل تختفي، بدا ما حدش بيسمع حاجه عن احمد فتوح. نتمنى المشكله الاخيره بتاعت الساحل تبقى اخر مشاكل احمد فتوح في الملاعب، ونتمنى يركز اكتر. ما ظهرش برده كتير النهارده غير في الكره اللي دخل فيها في الدقيقه 92 وكان هيجيب الجول الثالث لنادي الزمالك، واللي لعبها على فكره بحرفنه قوي، لان اي حد غيره ممكن يفكر انه يعمل اوفر. لا، احمد فتوح عشان لعيب وعشان مهاري وعشان مخه في الكوره حلو قوي بصراحه، حاول يحطها في الدقيقه لولا تالق عبد الله جميل ان هو يبعدها ويطلعها كورنر. ولكن اجمالا احمد فتوح 5/10. عبد الحميد معالي لعيب الصغير 19 سنه هيجي منه مع الوقت. النهارده ما ظهرش كتير ولكن لعيب مجتهد، لعيب عنده قوه بدنيه باينه فيه، ولعيب بيفرق كده وتحسه بيجري على كل كوره وبيقاتل على كل كوره. مع الخبره ومع اللعب اكتر اعتقد هيبقى افضل، لانه انت دلوقتي افضل جوده لكل اللعيبه العربيه اللي تجيبها من المغرب، فده لعيب منتخب المغرب الشباب. اعتقد ان هو يعني مع الوقت هيبقى افضل بكتير. 5/10 عبد الحميد معالي هو كمان. وناصر منسي نزل في الدقيقه 82، جات له كره واحده اللي لعبها جنب العارضه بحاجات بسيطه، وفي الكره اللي ضيعها مع انها كده كده كانت اوفسايد يعني. ولكن يا ناصر يا منسي، شوف كنت بتعمل ايه السنه اللي فاتت وارجع اعمله السنه دي، لان انت السنه اللي فاتت كان في اجتهاد، كان فيه ضغط على المدافع وعلى الحارس في كل كوره، فكان ربنا مسهلها لك وبتسجل الجول باي طريقه. انت السنه دي حتى ما بتجتهدش، فشوف كنت بتعمل ايه السنه اللي فاتت واعمله السنه دي. 3/10 ناصر منسي، اللي اتمنى ان هو يرجع لمستواه بصراحه، لان انا برضو بحبه، لان انا بحب الناس المجتهده عموما، وهو لعيب مجتهد. وهو على فكره ليه معزه كبيره قوي عند جمهور الزمالك، خصوصا ان هو مسجل اغلى هدفين عند جمهور الزمالك في الموسم اللي فات، موسم 2024. جول الاهلي في السوبر الافريقي او جول بيراميدز في نهائي كاس مصر، وده كان اول ماتش للزمالك في الموسم واخر ماتش للزمالك في الموسم، فهو ليه معزه خاصه عند جمهور نادي الزمالك. اتمنى يرجع لمستواه بتاع الموسم اللي فات، وزي ما قلنا ناصر منسي 3/10. بس كده دي كانت كل حاجه تخص مباراه الزمالك والاسماعيلي النهارده. اخر حاجه بس، استاد هيئه قناه السويس هو احسن ملعب موجود في مصر حاليا. افضل ارفع القبعه وبدي التحيه لكل الناس المسؤوله عن الاستاد ده انه يطلع بالشكل ده، وان الماتشات تبقى عليه ظاهره بالجوده دي. يا ريت كل المسؤولين عن كل استادات مصر الثانيه تشوف الناس بتاعت استاد هيئه قناه السويس بيعملوا ايه ويعملوا زيهم، لان فعلا الاستاد شكله جميل جدا وتحب تتفرج على الماتشات وهي بتتلعب فيه. بس كده دي كانت كل حاجه معانا بخصوص ماتش الزمالك والاسماعيلي. استنونا في تحليل ماتش الاهلي وسيراميكا كليوباترا ان شاء الله. كنت معاكم انا خالد، ويا رب ان انا كنت ضيف خفيف عليكم.